الايام اللي فاتت يا صديقي طلعت بوستس على الفيسبوك بتسال الناس تحبوا تقولوا ايه لويلس كارير مخترع التكييف، والناس بدات تشكره بسبب اختراعه اللي خلانا قادرين نعيش في الحر اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا يا صديقي في عز الحر ده بيبقى نفسك تخطف لك يومين في اي حته فيها بحر، وبتقعد تقول يا بخت السمك اللي في الميه. بس اللي عايز اقوله لك ان حتى السمك اللي في الميه بيتسلق حرفيا من درجه الحراره. كل ده وسط فيضانات وحرائق للغابات في كتير من دول العالم، واللي بيوصل معاهم الموضوع حد المعاناة. والسؤال هنا بقى محترم، هي الدنيا حر قوي ليه كده؟ اعمل لايك وشير لو بتشوفني على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، وما تنساش كوباية العصير الجميلة علشان ما ينفعش شايف الجو ده. وتعال نشوف ايه النتائج اللي اترتبت على الحر ده. انا احمد سلامة زي الكتاب ما بيقول. من بداية صيف 2021 والعالم مش ملاحق على الكوارث الطبيعية، فيضانات وابديتس للفيروسات وفيروسات جديدة وحرائق للغابات في حتت كتير من العالم، ومحدش بيلحق يستوعب أي كارثة إلا وبيحصل غيرها بعدها على طول. واللي لفت النظر للكوارث دي هو تكرارها وتواترها في فترة قليلة. والبداية كانت مع أوروبا وتحديدا ألمانيا وبلجيكا. يوم 15 يوليو 2021 كان في أحداث بتحصل بقالها 3 أيام بفعل الطبيعة. أمطار غزيرة بتنزل في أماكن كتير في ألمانيا وبلجيكا، ولما الأمطار دي استمرت بكميات كبيرة ألمانيا أعلنت إنها فيضانات مش بس شوية مطر. وخليني أقول لك إن نسبة الأمطار دي زادت حوالي 40% عن نسبتها ما بين سنة 60 وسنة 90. النسبة دي يا صديقي وصلت ل 110 لتر لكل متر مربع. يعني لو أنت واقف في مربع مساحته متر في متر، فنصيبك من الأمطار إن ينزل عليك 110 لتر مية. وده رقم كبير يا صديقي ومؤذي جدا على فكرة. وفعلا في أكتر من 180 شخص خسروا حياتهم بسبب الأمطار دي. ده طبعا غير الإصابات اللي بالمياه. وخليني أقول لك إن هيئة الأرصاد الألمانية كمان قالت إن الأمطار في منطقة معينة من البلاد كانت غزيرة جدا، لدرجة إنها تتكتب في كتب تاريخ الأرصاد باعتبارها أمطار القرن. وعلى الناحية التانية بلجيكا جارت ألمانيا فيها نفس النسب تقريبا من الأمطار والفيضانات، بس بلجيكا عندها كارثة أكبر، وهي إن في قرى كاملة غرقت تحت المية بنسبة 90%. يعني عائلات كاملة ومدن كاملة اتهجرت وبيوتهم بقى معظمها تحت المية. وبعد ألمانيا وبلجيكا جه الدور على الصين. الفيضانات اللي سببتها الأمطار اجتاحت منطقة وسط الصين. الأمطار اللي منسوبها في 3 أيام وصل للتساوي مع منسوبها في سنة، وده أدى لوقوع 302 ضحية، منها 290 في مدينة واحدة. ده غير طبعا إن في حوالي 50 من أهالي المدينة مفقودين. والحوادث يا صديقي كانت مأساوية جدا، ففي منهم مثلا يعني 14 حالة وفاة. ده غير طبعا الإصابات كانوا بسبب جرف الفيضانات لقطار أنفاق ساعة الذروة. ده غير إن في 39 حالة كانوا في باركينج تحت الأرض. يعني حاجات كده شبه اللي بنشوفها في الأفلام الأجنبي. وغير الخسائر البشرية عندك رئيسة بلدية المدينة قالت إن الأضرار تقدر بحوالي 7 مليار يورو. وجارتها اليابان عندها إعصار وصلت سرعته لأكثر من 100 كيلومتر في الساعة، والدولة هناك قامت بعمليات إجلاء ل 160 ألف مواطن تقريبا خوفا من الإعصار. وحتى كوريا الشمالية اللي محدش كان يعرف عنها حاجة طلع زعيمها ودعا لحملات إغاثة للمناطق المتضررة من الأعاصير، وبيحذر من أزمة غذاء واقتصاد. وفي الهند المطر اتسبب في انهيارات أرضية وجبلية خدت في طريقها بيوت وأرواح ناس كتير. أما في أفغانستان فالأعداد وصلت ل60 حالة وفاة وعشرات المفقودين وعشرات البيوت المتدمرة في مدينة على بعد حوالي 200 كيلو شمال شرق العاصمة كابول. ولسه لحد دلوقتي عمليات البحث شغالة علشان المفقودين. والمشكلة صديقي إن المنطقة اللي اتدمرت تحت حكم حركة طالبان، والمنطقة دي فيها أماكن عايزة متخصصين عشان صعب الوصول ليها حتى في الظروف العادية. وبما إن التنسيق مع طالبان مش أحسن حاجة فالوضع صعب جدا هناك. موجات الحر كمان يا صديقي وصلت ل10 درجات أعلى من المعدل الطبيعي في منطقة جرينلاند اللي كان معظمها مغمور بالتلج. وموجة الحر دي خلت التلج يدوب ويتحول لكميات مياه كبيرة لدرجة إنها تقدر تغطي ولاية فلوريدا الأمريكية. أما بقى منطقة شمال شرق البحر المتوسط اللي فيها تركيا واليونان وإيطاليا حصلت فيها حرائق طالت أغلبية الغابات الجبلية المحيطة بالسواحل واللي بتربط الدول الثلاثة ببعض. وخليني أقول لك إن ده مش بس أثر على البيئة والسكان المجاورين، دخان الحرائق كمان وصل لآلاف المنتجعات السياحية اللي حاولوا يفضوها تماما. ولو جينا يمين شوية هنلاقي إن الغابات في لبنان كمان طالتها الحرائق ووصلت كمان للحدود السورية، ودخانها وصل لسماء الأردن. وخلي بالك يا محترم إننا بنتكلم على دولة بتحاول تقف على رجليها زي لبنان، وما عندهاش الموارد الكافية إنها تدافع عن نفسها ضد أحداث زي دي.
الحر كمان خلى جزيرة زي مدغشقر في شرق إفريقيا توصل لأسوأ موجة جفاف من 40 سنة، ومدغشقر أساسا محترم دولة فقيرة، فالوضع بقى لا يطاق هناك، لدرجة إن برنامج الغذاء العالمي قال إن في حوالي 1,140,000 شخص هناك ما عندهمش أمن غذائي، منهم 400,000 على طريق المجاعة. والبرنامج كمان قال إنه علشان يغطي المجاعة دي محتاج حوالي 78 مليون دولار. ومنظمات تغير المناخ في افريقيا بتقول ان اللي بيحصل في مدغشقر ده مش هيكون اخر مرة يحصل، ده هيحصل هناك كتير وفي دول تانية كمان في افريقيا. ده حتى السمك في المية مسلمش من الحر. درجات الحرارة خلت المية في نهر ليتل وايت في ولاية كولومبيا الامريكية تسخن لدرجة ان في نوع من انواع السمك السلمون اللي بيعيش في النهر ده بدأ يجيله قرح جلدية ويتصاب باصابات بالغة بسبب الحر. يعني السمك بيتسلق وهو حي يا صديقي بالحرف، انت متخيل؟ وده مش بس هيسبب اضرار كبيره للسمك، ده كمان هيقضي على البويضات اللي كانت هتعمل الجيل الجديد من السمك ده. كل ده بيحصل يا صديقي لاول مره في التاريخ الحديث للبشريه، بس كل المؤشرات بتقول ان دي مش هتبقى اخر مره للعالم كله. فالتقارير بتقول ان البلاد اللي بتتعرض للجفاف او الفيضانات هتزيد كل سنه، ومع حلول 2050 في اكتر من 140 مليون شخص هيضطروا يسيبوا مدنهم وبيوتهم بسبب الحر، خصوصا في وسط وجنوب افريقيا وجنوب اسيا وفي امريكا اللاتينيه كمان. عايز اقول لك اني اتوترت وانا بحكي لك بس عن الكوارث دي، فربنا يعين اللي عايشين وسطها ويا رب نقدر نساعدهم. بس علشان نقدر نساعدهم محتاجين نعرف ليه الدنيا حر قوي كده، وازاي الحر ده هو اللي بيعمل الكوارث دي كلها. هقول لك يا صديقي ان احنا السبب. هتقول لي ازاي يا سلامه؟ بص يا محترم، من ساعة الثورة الصناعية في نص القرن ال18 ودرجة حرارة باطن الأرض زادت بنسبة حوالي 1.2 درجة مئوية. وعلى فكرة دي مش نسبة صغيرة نهائي، وده لأن الصناعة جابت معاها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين والميثان وعوادم السيارات والمصانع. الغازات دي بتزيد كل يوم في الغلاف الجوي وما بتخرجش وما بتتعالجش المعالجة الطبيعية بتاعتها من الشجر وترجع لنا أكسجين تاني، لأن نسب المسطحات الخضراء قلت جدا بعد الزيادة السكانية اللي زودت الرقعة السكانية والمباني في كل حتة في العالم. وده كله بيحصل علشان العالم لسه معتمد على المحروقات من الوقود زي الفحم والبترول وغيرهم كتير، واللي بينتج عنهم عوادم كتير. كوكب الأرض محترم بقى عامل زي البراد اللي انت حاطه على النار ومغطيه وسايبه عمال يغلي وكل شوية تعلي النار عليه ولسه مغطيه ومش عايز الحرارة تخرج منه. طب ازاي؟ وهو ده صديقي اللي اسمه الاحتباس الحراري. وارد تقول لي طب انا ما فهمتش برضه سلامه ايه اللي بيخلي ده يعمل فيضانات وحرايق. حرايق الغابات يا صديقي بتيجي من الجفاف. الحراره العاليه بتعمل جفاف في التربه بتاعت الغابات، وده بيخلي اي حاجه في الغابات عرضه للاشتعال بسرعه من اي شراره. يعني لو واحد بس رمى عقب سجاره في غابه هتلاقي الغابه كلها بتتحرق، لان مفيش ارض رطبه تستقبل النار وتهدي قوتها شويه. وطبعا نفس الحراره دي لما بتنزل على المسطحات المائيه بتزود نسبه المياه المتبخرة، والمياه المتبخرة دي هي اللي بترجع تتحول لأمطار. فكل ما المياه المتبخرة زادت كل ما المطر زاد وعمل فيضانات وعمل برق ضرب الغابات وما بقيناش محتاجين حتى عقب السيجارة. علميا كل ما الهواء بيسخن درجة مئوية واحدة بيزيد درجة امتصاصه لبخار المية 7%. يعني لو درجة حرارة الهواء زادت 14 درجة مئوية فالهواء بيشيل ضعف قوة تحمله من البخار. وخلي بالك يا محترم، الفيضانات والسيول والحرائق دي كلها بداية الضرر بس، لأن مع الوقت الحر ده هيأثر على نسب المحاصيل الزراعية، لأن في محاصيل بتحتاج البرودة بتاعت بالليل دي وده طبعا ما بقاش موجود، فبالتالي المحاصيل هتاخد وقت أطول. ده غير ان نشاطات الزراعه الباقيه زي تربيه الحيوانات هتتاثر جدا، لان اجهاد الحيوانات من الحر هيخليها مش بتنتج كويس ولا بتأدي زي المعدل الطبيعي بتاعها. عندك كمان نسب الميه اللي بنستخدمها في الزراعه هتقل، ونسب الطاقه اللي بنستخدمها في التبريد هتزيد. يعني هنحاول ننتج كهرباء اكتر، يعني هنستهلك وقود اكتر، يعني هنأثر على البيئه اكتر ونخش في حلقه مفرغه. والخوف بقى صديقي ان التغيرات البيئيه دي مع الوقت تقضي على البشريه، ودي مش هتبقى اول مره. قبل 4500 سنة كان في حضارة اسمها حضارة وادي السند اللي كانت عايشة في الهند وباكستان حاليا على نهر السند. وقتها تغيرات درجة الحرارة أدت لاختفاء معظم الأراضي الصالحة للزراعة هناك، وأدت إن الحضارة دي تنتقل لجبال باكستان ويبقى أحفادهم هم دولة باكستان دلوقتي. عندك كمان في بدايات القرن ال14 انتشرت مجاعة في أوروبا اسمها المجاعة الكبرى اللي قضت على حياة آلاف في أوروبا، ودي سببها
سببها كان نفس اللي بيحصل في أوروبا دلوقتي، ارتفاع مستوى الأمطار بشكل غير طبيعي اللي دمر الأراضي الزراعية. ولو رحنا أمريكا الجنوبية هنلاقي إن في دراسة بتقول إن حضارة المياه القديمة والمشهورة جدا في أمريكا الجنوبية اندثرت بسبب المجاعات. الدراسة بتقول إن جت فترة على حضارة المياه كانت الرطوبة في الجو عالية جدا، لدرجة إن الأراضي والأنهار اللي هم عايشين حواليهم حصل لهم جفاف شديد، وده كان بالتزامن مع شوية حروب كده قامت عندهم، فما كانوش عارفين يلاقوها منين ولا منين، من الحرب ولا المجاعة، ودي كانت بداية النهاية. بص يا محترم، الإنسان على الورق هو أذكى كائن على وجه الأرض، وهو على قمة السلسلة الغذائية، ومكانه ده ما اتغيرش من 350 ألف سنة تقريبا يعني. بس الجميل بقى إن الترسة اللي شبه السلحفة دي بقالها على الأرض أكتر من 200 مليون سنة. ذكاء الإنسان هو اللي خلاه يتمادى ويتسبب في كل الأذية للكوكب اللي هو عايش فيه، وبسبب ذكائه ده صعب إنه يعيش على ظهر الكوكب ده لأكتر من 350 ألف سنة تانيين، ومش بعيد ياخد معاه بقية الكائنات اللي حواليه، حتى لو كانت الترسة اللي أقدم منه على الأرض بمئات الملايين من السنين. تفتكر بقى مين فيهم أذكى، اللي قدر يحافظ على بقائه الملايين السنين ومئات الملايين من السنين، ولا اللي عاجز على إنه يحافظ على بقائه مليون واحد بس؟ اتشرف بمتابعتكم لقناة زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. اشوفكم بخير.